فالمفروض يتحرك في المساحة اللي معلمين عليها دي، وده اللي متوقعه المدافع. بس اهلا بيكم في فيديو جديد من باصه ولعبه. النهارده هنتكلم عن صفقة الزمالك الجديدة عمر فرج، وهل هيقدر يعوض فشل صفقة بوبنزا ولا لا. فخلينا الاول نتكلم على عمر 22 سنة، مهاجم طوله 182 سنتي وبيلعب برجله اليمين. هنبدأ بأول ميزة عند عمر بالكورة، وهي تحركاته بدون كورة. هنشوف هنا عمر بيشوف المساحة وبيتحرك فيها وبياخد خطوات بعيدة عن المدافع. هنشوف هنا أول ما الكادر يفتح، هنا الخطوتين اللي خدهم خلته ساب مسافة بينه وما بين المدافع علشان يفتح زاوية تمرير لزميل ويقدر يلعب له فيها الكورة. وبص هنا سرعته في المساحات عاملة ازاي، بس للأسف ما قدرش يحافظ عليها. هنا في كورة كمان هنبص هنلاقي المدافع عمل سكان على عمر ومطمن انه في ظهره وعارف مكانه، فالمفروض يتحرك في المساحة اللي معلمين عليها دي، وده اللي متوقعه المدافع. بس هنشوف هنا غير اتجاهه في ثواني بسرعة كبيرة جدا علشان يسرق المدافع ويتحرك على القريبة ويسجل جون هايل. كلمة السر فيه هنا تحركه الخطير. هنا كرة كمان شاف ان المدافع رايح يقابل، فهيسيب المساحة وراه فاضية ويتحرك في المساحة ما بين الاتنين المدافعين فعلا ويطلب الكرة، وفعلا ينجح انه يسجل بتحرك وقراية المساحة ممتازين، وبرجله الضعيفة الشمال ما عندوش ادنى مشكلة. ونيجي بقى للنقطة التانية وأكبر ميزة في عمر، الراجل ده بيعرف يستلم الكورة تحت أي ضغط وبأي طريقة، وبيعرف يستغل جسمه في الحفاظ على الكورة وإنه ينقل فرقته من التلت التاني للتلت الأخير من الملعب، ودي اللي بنقول عليها المهاجم المحطة كما يجب أن يكون. نركز قوي ازاي قدر يستخدم جسمه وسط اتنين لعيبه وقدر يلف بيهم ويحتفظ بكورته، وبمهاره كبيره قوي يعدي من التاني والتالت ويسدد. كرة تانية يستلم وسط اتنين وشوف استخدام جسمه في الحفاظ على الكرة تحت ضغط ازاي، ويخلق لنفسه فرصة من مفيش. كرة تالتة يستلم تحت ضغط ويستخدم جسمه علشان يحافظ على الكرة ويستلم ووشه للملعب وينقل فرقته فعلا. زي ما شايفين هنا وسط اي عدد من اللعيبة بيقدر يحجز ويحافظ على كورته تحت اي ضغط. صعب جدا تاخد منه الكرة الا بفاول، وده اللي بيديله ميزه بيخليه متميز جدا في الربط مع زمايله. زي ما احنا شايفين بيستلم تحت ضغط ويسلم زميله في المساحه. تاني كوره يقدر يستغل جسمه ويلف بالمدافع ويخلق لنفسه مساحه وفرصه للتسديد. زي ما شفنا مميزات عمر هجوميا بالكوره ومن غير الكوره، تعالوا نشوف مميزات عمر الدفاعيه. اي مدرب دلوقتي بيلعب كرة حديثة بيكون عايز مهاجم كويس جدا دفاعيا وكويس في الضغط، وعمر ممتاز جدا في النقطة دي. ونيجي نشوف بقى هنا الدقيقة 94 وبص السرعة اللي بيرتد بيها مجرد ما الكرة اتقطعت من فريقه مرتدة، ونشوف هنا سرعته والقوة والحدة اللي بيضغط بيها وفعلا ينجح انه يوقف المرتد. هنا مش اي مهاجم هيكون عنده الرغبة دي والجودة دي في الضغط. هنا نشوفه في الضغط العكسي، هنا الكرة اتقطعت من فريقه ويرجع يطبق ضغط عكسي ممتاز سريع ويرجع الكرة لفريقه ويقدروا يسجلوا بسببه، بسبب جودة الضغط العكسي بتاعته الرائعة مجرد ما فريقه بيخسر الكرة. كرة تالتة هنا بص اجريسيف ازاي في الضغط، مجرد ما الكرة اتقطعت قفل زاوية التمرير على المدافع واجبر المدافع التاني انه يشتت الكرة، فهو فعلا مرعب للمدافعين بسرعته وقوته وحدته في الضغط. طبعا اكيد مفيش حاجة حلوة على طول الخط. نيجي بقى لعيوب عمر فرج. اكبر عيب في عمر هو الفينش، لان الراجل ده دايما بيستلم ووشه في الارض، ما بيرفعش عينه علشان يقرا الجون والموقف تماما. زي ما هنشوف هنا هنشوف بيستلم ووشه في الارض زي ما اتفقنا، وحتى وضعية جسمه مش مظبوطة تماما، فالنتيجة مش قاري الجون فبالتالي بيضيع. تاني كرة كمان وشه للكورة وبعدين وشه في الارض، فطبيعي ما يكونش واخد المعلومات الكافية عن الجون وبالتالي اكيد هيضيع. كرة تالتة هنا رايح انفراد وعينك على وشه زي ما اتفقنا في الارض، وبالرغم ان الكرة دي جت جون بس فيها توفيق كبير جدا. وكرة اخيرة هنا علشان نأكد الفكرة، هنا تحركه كالعادة ممتاز بس كالعادة وشه في الارض، فالنتيجة كور سهلة كتير بتضيع. اخر نقطة وان عمر بالرغم من طوله فهو في الربط في العاب الهوا ضعيف، مش زي تماما والكرة على الارض، وزي ما شايفين بتتلعب عالية مرة واتنين وتلاتة المدافع بيطلع على منه ويخسر الكرة.
تعالوا نلخص الصفقة سريعا، واحنا هنا مضطرين نقارن بوبنزا لان صفقة بوبنزا علت طموح الناس جدا. عمر عنده مشكلة واضحة في الفينش عكس بوبنزا اللي كانت قوته كلها في الفينش. بس في المقابل عمر عنده 22 سنة، عنده هامش كبير للتطور، وخصوصا لو مدرب اشتغل عليه في حتة الفينش، مقابل بوبنزا كان 28 سنة. فهو عموما اكيد مش ابجريد عن بوبنزا، بس عنده هامش كبير للتطور. بس وده كان رأيي في عمر فرج، والمهم رأيكم انتوا، وسلام.